محمود الشامي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري، اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، مرتضى المستشار مرتضى منصور، وادي كابتن خالد لطيف، وادي الجماهير بقى اللي النهارده بقول لحضراتكم اكيد هيبقى في احتفاليه كبرى للقلعه البيضاء بالفوز بالكاس وتتويج نادي الزمالك للفوز بالكاس وغياب طويل عن البطولات. ادي احمد عيد، وشوفنا لعيبه نادي الزمالك بتتلقى التهنئه طبعا في المقصوره الرئيسيه. مؤمن زكريا، وادي عمر جابر، محمد عبد الشافي داخل، وادي هاني سعيد، احمد حسن بيسلم هنا على الكابتن طارق ابو زيد وزير الرياضه، والكابتن جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكره القدم. جو جميل واحتفاليه رائعه هنا في استاد الجونه الرياضي بقول لحضراتكم، اللي احتضن يعني وادى بريق امل لعوده النشاط الكابتن اسامه نبيه، واحد من نجوم نادي الزمالك، كان لاعب وايضا النهارده بيتلقى طبعا كاس مصر، بيحصل على كاس وهو مدرب، قبل كده حصل على الكاس وهو لاعب تتحسب له. ايضا الكابتن حلمي طولان المدير الفني، كابتن ايمن حافظ طبعا مدرب حراس المرمى لنادي الزمالك، ايضا الكابتن ممدوح المحمدي المدرب العام، وادي احمد عيد والفرحه بالميداليه. هنشوف طبعا وادي احمد علي، وادي جعفر والتحيه، ايضا نادي الزمالك الكابتن حماده انور المدير الاداري، والكابتن ادي حضن كبير جدا لحلمي طولان من الكابتن ايمن يونس، وادي الكابتن اسامه نبيه. فرحانين طبعا ما فيش شك بعوده البطولات مره اخرى. الجهاز الفني والاداري لنادي الزمالك حماده انور ايضا مدير اداري، والكابتن احمد السيسي الاداري، الكابتن مصطفى المنيري طبيب الفريق، الدكتور عمرو المطراوي مدرب لقطه طبعا التهاني مع اعضاء مجلس الاداره لنادي الزمالك اللي بيحضروا هذا اللقاء. وادي كاس مصر لهذا الموسم، وكابتن ايمن يونس يرفع كاس مصر مع كابتن التيم عبد الواحد السيد، ويعود مره اخرى عبد الواحد السيد لحمل كاس مصر بعد غياب يعني طويل، 5 مواسم سابقه كان بيحلم نادي الزمالك طبعا تحديدا اخر لقب ليه كان كاس مصر منذ عام 2008 2009. وادي الفرحه من جماهير نادي الزمالك بالفوز باللقب اللي اكيد هيدي حلاوه في ما هو قادم. نتمنى بقى تكون بدايه زي ما قلت لحضراتكم لعوده النشاط للمستطيل.